السلام عليكم. وصفتنا النهاردة القراقيش السادة، هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. حتى لو أول مرة تجربيها إن شاء الله تنجح معاكي من أول مرة. من كيلو دقيق تقدري تعملي كمية ما شاء الله اللهم بارك زي ما انت شايفة، أضمن وأنضف وأحلى كمان من بره. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد خطيرة، جربيها إن شاء الله. نبتدي كده بسم الله ونصلي على الرسول. اول حاجه معايا يا بنات، معايا كيلو دقيق، يعني 8 كوبايات من الدقيق زي ما انتم شايفين كده بالكوب ده. هعاير بيه كل حاجه، تمام. لازم يكونوا منخولين. نعمل بقى تيست للخميره يا بنات. معايا ربع كوبايه من الميه الدافيه، كيس خميره، وكمان معلقه كبيره من السكر. هركنها كده بقى على جنب، وبعد كده نيجي نشوف هنعمل ايه. معايا كيلو دقيق زي ما انتم شايفين، معلقتين كبار من السكر، رشة ملح، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان ممكن تقدري تستغني عنه. معايا معلقة ونص كبيرة من السمسم، ومعلقتين كبار من اليانسون الصحيح. ممكن تضيفي شمر أو كمون صحيح مش مفروم يا بنات. ممكن تكتفي بالسمسم، وممكن ما تحطيش أي حاجة خالص، بس اليانسون بيديها ريحة وطعم كده حلو قوي. كده يا بنات أنا اتأكدت إن الخميرة بتاعتي تمام. ابتديت اضيفها. هبتدي بقى اضيف بقى هنا ايه، كوبايتين من المادة الدهنية. يعني ايه؟ يعني انا حطيت يا بنات قدامكم دلوقتي كوباية من السمنة السايحة، مش السخنة ولا الدافية، انا مسيحاها بس مش اكتر. وكوباية من الزيت، بس يكون برضو الزيت نوع كويس، ما يبقاش غامق، علشان ما يسيبش ريحة كده في القراقيش وانت بتاكليها. وده سر من الاسرار. تمام تمام. ممكن تضيفي كوباية ونص من السمنة ونص زيت. أهم حاجة إن المادة الدهنية يكون كوبايتين. تمام تمام. دلوقتي ابتديت أبس العجينة بالمادة الدهنية يا بنات زي ما انتوا شفتوا، ودي أهم مرحلة. لازم أبسها كده بإيدي لحد ما تحسي إن المادة الدهنية غلفت كل الدقيق. دلوقتي يا بنات أنا هعجن بالمية. حابة تعجني باللبن أو بالحليب زي ما انتي حابة خالص، بس أنا حابة أعجن بالمية. حطيت أول حاجة كوباية مية، وبعد كده هبتدي أضيف معلقة معلقة. ليه؟ أولا كل دقيق بيختلف عن التاني. ثانيا العجينة بتاعة القراقيش ما بتاخدش المية الكتير، علشان لو طريت قوي او لو خدت مية زيادة عن حقها هتتقلب قرص خالص، يعني هتبقى قرص مش قراقيش. هبتدي كده ألمها. هي مش هتاخد اكتر من كوباية ونص او كوباية يعني وايه ونص، ومعلقتين كمان على حسب برضو كل نوع دقيق والتاني. عايزه اقول لكم ان شكل العجينه كده يا بنات علشان فيها ينسون احنا ضفناه، وكمان فيها سمسم، فمش هتلاقيها بيضه او مش هتلاقيها كده ايه ملساء يعني. واحنا مش عايزينها بتلزق، ومش عايزينها طريه قوي. سبتها حوالي تلت ساعه مش اكتر من كده، تلت ساعه. وبعد كده هبتدي اشكلها. التشكيل ده بقى زي ما انتي حابة. خدت منها جزء كده والباقي حطيته في البولة تاني وغطيته. هبتدي كده بقى ايه ألمها كده من تحت، يعني الجزء اللي من تحت هو اللي هيكون آه اللي هو مش متساوي يا بنات. زي ما انتوا شايفين كده هبتدي افردها كده. بصوا بتتفرد معايا بكل سهولة. تمام. بس طبعا علشان ايدي ما تبصمش في العجينة هبتدي كده امشي عليها بالمبينة او المردنة، او شوفوا كده بقى انتوا بتسموها ايه. فانا عايزة اساوي كده الوش. ممكن تستخدمي السكينة، ممكن تستخدمي قطعة المخلل، ممكن تستخدمي قطعة البيتزا، اللي انت حباه واللي انت عايزة الشكل يطلع ايه. تمام. احنا النهاردة هنعملها مع بعض سادة. ان شاء الله مرة تانية هنعملها بقى بالعجوة، بتبقى طعمها حلو قوي يا بنات. بصوا انا هعملها معاكم مرة بقطعة البيتزا، بس عايزة اقول لكم بقى ان قطعة البيتزا دي نوعها مش كويس، فلو عندكم القطعة التانية هيبقى افضل بكتير. بصوا لازم تتكي كويس قوي اهو. عايزه اوريكم السمك. طبعا الصينيه اللي هرص فيها ما بيبقاش فيها ولا ماده دهنيه خالص، يعني في اي وصفه تانية بقول لكم لا لازم تدهنوا الصينيه، لا هنا بقى الصينيه اصلا قصدي العجينه او القرقيش بتاعتنا واخده ماده دهنيه كتير، او هي واخده الماده الدهنيه بتاعتها فمش هتلزق خالص. نعمل بقى واحده تانية. لازم نسوي كده الاطراف ونطلعها كلها شبه بعضها. بصوا بقى قطعت المخلل ولا كلمه، بجد تحفه، حلوه قوي قوي قوي.
حلوة جدا. طبعا يا بنات الزيادات اللي احنا بنطلعها دي وبنركنها على جنب، احنا مش هنرميها، احنا هنسيبها على جنب، ما اقدرش اشتغل فيها على طول، انا هسيبها بس كده على جنب في البولة، وهاخد قطعة تانية وبعد كده ارجع اخدها واشكلها تاني. كيلو الدقيق ما شاء الله عمل معايا حوالي 5 سجون، 4 كبار وصاج كمان صغير اهو. بعتذر طبعا على شكل الصاج الاولاني لانه قديم عندي، وكنت حابة ان انا ألم كل القراقيش بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده سبتها يا بنات حوالي تلت ساعة كمان أو نص ساعة كمان، في الشتاء مش هيخسر. اهو بصوا القراقيش بتاعتي ابتدت تختمر. هبتدي بقى من أول صاج أنا عملته، يعني انتي تبقي مرتبة كده الصيجان بتاعتك وعارفاها. زي ما انتوا شايفين كده ما لزقتش خالص. ابتديت اسوي بقى الصيجان كلها على الرف الاوسط، كأنك هتسوي كيكة على الرف الاوسط. هتشغلي الفرن الاول على درجة حرارة 200 او 240، واول ما هتحطي الصينية بعد كده هتقلليها على 200 او اقل من ال 200، 190 كده مثلا، على حسب حرارة فرنك. هو بياخد يعني ما بياخدش اكتر من ربع ساعة، برضو على حسب حرارة فرنك. بعد كده انا اديت لها وش في الشواية بسيط. بصوا يا بنات حاولوا ما تطلعوش القراقيش لما تاخد لون خفيف من تحت، لا القراقيش لازم تاخد لون يعني ايه زي ما انتوا شايفين كده، اللون غامق شوية، بس برضو ما تحرقهاش. وكل شوية كده تقلبي الصاج يمين وشمال علشان ياخد لون من كل ناحية. بعد كده ما تشيليهاش من الصاج خالص ولا الصينية خالص غير لما تبرد، وبعد كده نبتدي نقسمها. اتمنى تعجبك، ما تنسيش اللايك، والسلام عليكم.